مع مقاومة أي مقاومة، وأنتم لم تقاوموا الإسرائيليين حينما قصفوا لا. نحن الإسرائيليين جاءوا وقصفوا في سوريا ولم تقاوموهم ولم تردوا عليهم وقلتم ضبط النفس. تلك غارات تقوم بها إسرائيل وتدان عليها، والجمهورية العربية السورية أخذت موقفا في حينه وأبلغت مجلس الأمن في حينه وتحتفظ. أي مجلس أمن؟ فين صواريخكم؟ فين طياراتكم؟ وتحتفظ بلحظة الرد، وسبق وأشرنا بأننا نحتفظ بلحظة الرد في الوقت الذي يلائم الجو. أي لحظة رد؟ ما الوقت مش ملائم من على كل حال. 73. هذا الموضوع تختاره القيادة السورية. القيادة السورية أي بلد يعتدى عليها يجب أن ترد هذا الاعتداء. هل هذا التبرير في وقت الملائم؟ هذا التبرير يعكس عجزا عن الرد بالدرجة على الأولى؟ الإطلاق. إن سوريا بهدوئها، وسوريا بمقاومتها، وسوريا بصبرها، وسوريا بتمتين وضعها الداخلي، إنه جزء هام وتحضير هام للرد في ساعته الملائمة. أما يشجع هذا إسرائيل مرة أخرى على أن تقوم بهجوم آخر؟ على كل الأحوال إسرائيل دولة معتدية، وإسرائيل سوريا تقف في وجهها صامدة، وأن سوريا تحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها. وأعتقد أن هاجس إسرائيل هو الصمود السوري والوقفة السورية، وبالتالي القوة أيضا الدفاعية التي تتمتع بها سوريا. تحدثت قبل قليل عن الجبهة الداخلية. نعم. والجبهة الداخلية لا يمكن فصلها على الإطلاق عن أي سياسة تقوم بها أي دولة. في ظل هذه الجبهة الداخلية لا زالت سياسة الاعتقالات قائمة. سوريا أعلنت عاصمة للثقافة العربية، والمثقفون السوريون لا زالوا يعتقلون إلى الآن. كيف تتم عمليات الاعتقال وتستمر بهذا الشكل؟ وما أثرها على الجبهة الداخلية التي يجب أن تكون داعمة للموقف السوري الخارجي؟ سوريا دولة تحكمها جبهة وطنية تقدمية، ائتلاف عريض من الأحزاب الوطنية والتقدمية واليسارية والقومية في سوريا، وأن سوريا تتمتع بدستور صوت عليه من قبل الشعب السوري، وسوريا تتمتع بنظام تسوده السيادة والاحترام للفرد وللمواطن وللأمة وللوطن، وأن سوريا كأي بلد بالعالم عندما يتجاوز المواطن حدود القانون ده بيتكلم هذا المواطن يتعرض حكما للمساءلة مجرد انه يتكلم، وبالتالي الناس تسأل على أفعالها وليس على كل الأحوال. بعض الشباب الذين الآن قدموا للمحكمة بالتأكيد قدموا على أساس أنهم تجاوزوا القانون، الناس هؤلاء يحكمون على آرائهم. علينا أن ننتظر محاكمتهم حتى نحكم بمدى جدية هذه المحاكمة أم لا. الرئيس بشار الأسد حينما تولى خلفا لوالده السلطة في العام 2000 تحدث عن الإصلاح، عن الانفتاح، عن الديمقراطية، واستبشر الناس خيرا بهذه التغيرات. لكن سرعان ما عادت الأمور إلى الانغلاق مرة أخرى، وسط تحليلات كثيرة تشير إلى أن الذين يحكمون قبضتهم الأمنية على البلاد، ويتحدثون تحديدا عن شقيق الرئيس ماهر الأسد، عن صهره آصف شوكت، أنهم هم الذين منعوا هذا الانفتاح، وهم الذين يقولون أن الانفتاح معناه أن تدخل سوريا في دوامة من الفوضى. على كل الأحوال هالكلام هيدا يعني يدحض سلفا من الشارع السوري مباشرة. هقول لك أنا الشارع السوري تدحضه سلفا تلك الوقفات الجماهيرية للشعب السوري حول قيادة الرئيس بشار الأسد، تدحضه الوحدة الوطنية المنقطعة النظير للشعب السوري حول قيادة الرئيس الأسد، تدحضه الاستفتاء الناس عارفة الاستفتاءات بتتعمل ازاي. لا ما الناس عارفة الاستفتاءات بتتعمل ازاي في العالم العربي. الاستفتاء حصل بجو
ديمقراطي بجو من الأمان، بجو من الوحدة الوطنية، بجو كان يعني ظاهرا للعيان ولكل وسائل الإعلام في العالم. فإذا ما يجري في سوريا من جو أريحي وديمقراطي ومسؤول ومشاركة في الحكم، وبالتالي من مشاركة الناس. انت بتكلمنا عن نظام ديمقراطي. نعم. يعني نعم. والناس دي مش داريه بيه الظاهر اللي في الشارع للشعب السوري ده. انزل على الشارع السوري. انا هقول لك هلا ننزل على الشارع السوري. انا نزلت على الشارع السوري لنرى عمرك شفت مع الوزير مظاهرة في سوريا من 1000 شخص تندد بالنظام مثلا في سوريا؟ نعم. انتم بتقمعوها؟ لا تسمحوها ابدا. لو طلع واحد بيقمع اصلا لا يقمع اطلاقا. يعني الناس ممكن تطلع تظاهر بكره؟ نعم. والدليل لا تضحك. على كل الاحوال في سوريا مثل ما بقول لك هناك تجارب. نحن نحكم على ما يجري في سوريا. الاستفتاء، نزول الشعب السوري بكامله إلى الساحات والشوارع ليدلي بصوته لسيادة الرئيس بشار الأسد كقائد وكرئيس. هذا أمر أنا أكلمك موجود عندك بالأرشيف عن أصلا الديمقراطية يعني. نعم. عن الانفتاح على الديمقراطية التي وعد بها الرئيس ولم تتم. نعم. أنا أعشق المشي في الشوارع القديمة في دمشق. نعم. في أول ما جئت نزلت إلى دمشق القديمة، مشيت نعم. في الشوارع، استوقفني الناس كالعادة وقالوا لي اسأل لنا الحكومة أين المازوت؟ نحن متنا بردا ولا نجد مازوت، ولا نجد مازوت للتدفئة، ولا نجد غاز للأكل. على كل الأحوال نحن لا قل لهم، لأن هم قالوا لي اسأل لنا الحكومة. وأنا احنا ميتين من البرد والتلج نازل في وأنا أجيبك. قالوا لي فين نفطنا احنا السوريين؟ وأنا أجيبك بأن النفط موجود للشعب السوري، وبأن المازوت مؤمن للشعب السوري، وأن إذا حدا من الشباب أو تكلم معك بهذا مش واحد والله. طيب قد يكون 100 واحد، قد يكون مزعوج. واحد قال لي صار لي 3 أيام مش لاقي اسطوانة. لا قد يكون مزعوج انه انتظر على محطة الجازولين، على محطة البنزين او على محطة المازوت، انه بدل ما ينتظر 5 دقائق ممكن يكون انتظر 50 دقيقة، قد يكون ومزعوج من ذلك ويدلي بهذا الكلام وبيده حق، لأنه هذا التأخير ممكن أن يتدارك وممكن أن يتلافى. يعني وأن وزارة النفط والطاقة تعمل جهدا من أجل، لأنه هطل الثلج بشكل مفاجئ، وكان الطقس في سوريا أصلا برد شديد. أصلا في سوريا مقرر صلاة الاستسقاء ليوم السبت، وأتى الثلج وكان فرجا عظيما. يعني فرج من جهة أنه الله بعث لنا ماء، ومن جهة أخرى أنه انتقلنا من جو لطيف ومعتدل وحار دافئ إلى جو بارد وبشكل مفاجئ. طبعا صار في شوية خلل بمحطات البنزين والمازوت والآخرين، وهذا أمر عادي وطبيعي، والآن الأمور طبيعية.